العرقسوس ده حاجة أساسية عندنا في رمضان، والحمد لله جاي من عند ربه. قالك متربي، قال من عند ربي، لا سكروا منه فيه وما بيحتاجش حاجة غير ان انت تبليه بشوية مية. هو تعالي كده حبيبتي انت تشتغلي هنا. طب استنى انا اروح الناحية التانية. ماشي اوكي. اهو هاتي يا اختي عرقسوسي وحاجتي ومعلقتي وانت براحتك بقى، وخدي بقى حاجتك. العرقسوس هو ده العرقسوس بيبقى ناشف كده، بتبليه بتنديه، بتيجي كده تروحي مندياه بس بشويه ميه، تنديه كده كده اهو، تندي كده. يا ست اميره. الو. بنشطين وميه يا حبايبنا يا اسكندريه. والله انت اللي حبيبتنا. كل سنه وانت طيبه وبخير وسعاده، وكل الاسكندرانيه وكل بحر بخير. ربنا يكرمك وانت بخير. اخيرا شفناكي على التلفزيون. ما انا معلش بقى، ما انا هقول تاني، الواد ياسين هو اللي اخرني. معلش بس اخيرا شفناكي، الحمد لله على السلامه. تسلمي وتعيشي. انت ما تعرفيش فرحتي قد ايه ان انا رجعت تاني لكل حبايبي، وكل حبايبي رجعوا لي. واحنا كمان فرحانين قوي، ملمومين قدامك اهو مستنيين نتفرج عليكي. شفنا طاجن الفول فظيع طبعا، هنعمله على السحور ان شاء الله. يمشي معاكي سحور فطار اللي انت عاوزاه، وحطي فيه لو عندك قرن فلفل ملون حطيه عشان العيال كده دماغهم تنور وتبقى حلوه. ايوه صح. وهبعت لك كوبايه عرقسوس. ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وبعدين انا النهارده قوي يا ست غاليه. تسلمي. شفت النهارده انا حكيت لكم حكايه حلوه ازاي؟ بس ممكن تعيدي لي بس طريقه ورقه اللحمه؟ عيني الاثنين. تسلم عينك. ينزلوا لك المقادير دلوقتي واقول لك بتتعمل ازاي، بس اصر بس شويه العرقسوس. تسلم عينك يا ست غاليه، سلم ايديك يا رب. مع الف سلامه. الله يسلمك، مع السلامه. دي شاشه بنستخدمها، لازم بتبقى شاشه قطن نضيفه، بنستخدمها بقى في الجبنه، هنعمل بيها بعد كده جبنه وهنعمل بيها حاجات كتير. في العرقسوس بعد ما بتبليه كده بتنديه وتفركيه شويه، بتسيبيه ساعه ساعتين زي ما انت عاوزه، ساعتين زي ما انت عاوزه، لحد لونه ما يخمر ويبقى بالشكل ده. عملتي ايه قولي لي كده؟ انا خلطت المكونات على بعضها. ايوه. حطيت كوبايه الكاكاو، حطيت كوبايه الشوكولاته المبشوره ونص كوبايه كاكاو. ايوه. وبحط اللبن وهضرب المكونات مع بعضها، وبعدين بقى هفصلهم عن بعض. يعني هتضربيهم كلهم كده في صرصور واحد؟ في صرصور ودنهم. وبعد كده تقسميهم؟ وبعد كده هقسمهم، جزء هيتشال لوحده والجزء التاني بقى هضرب معاه البيض زي بعضه. يلا توكلنا على الله. توكلنا على الله. وانا هصر شويه العرقسوس دول واروح منزلهم جوه الشفشق عشان بعد كده ايه نعمل منهم. بعد لما بيخمر العرقسوس ولونه كده بتلاقيه اتغير شويه، هتحطيه في شاشه زي كده. اللي ما عندهاش شاشه او مش عاوزه الشاشه، في مصفى صغيره وتصفيه اهي، تروحي جايه رابطه كده اهو. حبايبنا جاي لنا رساله، واحد بيقول لي الحمد لله على السلامه يا غالي. الله يسلمك. بص دي الشفشق كده صغير، هنجيب حاجه اوسع شويه، بوله ولا اي حاجه او حله او اي حاجه تكون واسعه شويه عشان تحطي فيها الشاشه. عاوزين حله. حبايبنا اللي بيكتبوا لنا رسائل يا ريت يكتبوا اساميهم عشان اعرف احييهم من قلبي. مهديه يا ست ام هدايه. الو. كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلام. الو. سامعاكي يا ست الحبايب، اتفضلي. وانت بالصحه والسلام. ايه رايك في شويه العرقسوس دول؟ مطبخك جميل قوي على فكره. تسلمي اهو، على قد الحكك مد رجليك. حلوين. لا وطي التلفزيون عشان تسمعيني. لا والله ده جميل. وطي بس التلفزيون عشان تسمعيني. ماشي. شفتوا العرقسوس اول لما بياخد كده الشاشه بتخليش فيه اي حاجه خالص اهو، وتنقعيه اهو. هنسيبه منقوع، وقبل ما نخلص هتنقعيه بالشكل ده
في قلب حله او اي حاجه، وبعد كده تبتدي تحطيه في شفشق ومعاه بقى التلج معاه اللي انت عاوزاه، هنصبه في الاخر. بس انا بوريك ان الشاشه ما بتخليش ينزل منه لا اي تراب ولا اي قشره ولا اي قشايه ولا اي حاجه خالص.